دايما لما بتكلم في الشخصيات بقول لهم تشخصوني ايه، بيتعبوا. يعني احنا الجيل بتاعنا من اكتر جيل اللي طلع خدام في مرحله معينه. يعني شبابي كان صعب قوي الحقيقه، اذا كنت اطور نفسي عشان الشغل مش اطور نفسي في الخدمه، انا حتى عيب في حقي. طبعا في ناس كانوا بيقولوا لي ده احنا اصغر منك وما فكرناش في القصه دي. انا مش بشتغل بالاستقلال عن الرب، بس لازم يبقى عندي سبب دايما هو يقول لي طور هطور. جالي شاب يقول لي اخ فلان ده فظيع. قلت له ليه يا حبيبي؟ ده راجل كويس. قال لي ايوه انا بقول لك فظيع. يعني احتمال ان انا اتقابل مع ماده اباحيه ما يزيدش عن 1%. النهارده احتمال انه اتقابل مع ماده اباحيه 100%. انا ابتديت نحو الهدف من الصفر، ابتديت فحصين الكتب من الصفر، ابتديت مصبة من الصفر. جه قال لي طب هو ينفع ان الاخوه في عصر الميديا ما عندهمش ميديا بتقول التعليم ايه؟ قلت له مش معنى اني اتولدت في الكنيسه ديت يبقى انا لازم اكمل في الكنيسه دي. وانا زعلت عليه الحقيقه، لان هو ارتكب اخطاء علميه مش طبيعيه. كان احساسي بانه في واحد بيقول انا ابو اليتام، واذا هي سابتك انا موجود، ارميني في الميه ارميني في النار بس ما ترمينيش في الخردة. اذا رب شاف ان انا خدمتي خلصت فليكن بعد عمر قصير.